لو معاك ميزانية تشتري موتوسيكل ياباني ريسنج مستعمل، اوعى تشتري قبل ما تشوف الفيديو ده، لان في السوق المصري في موتوسيكلات سعرها بقى اكبر من قيمتها، وفي موتوسيكلات تانية بتديك اداء ممكن ينافس بايكات اغلى منها بمئات الالاف. فالنهارده هرتب لك احسن موتوسيكلات الريسنج الياباني المستعملة في مصر، مش على اساس الاسرع او الاشهر، ترتيب هيكون عشوائي لاحسن الاختيارات في السوق حاليا، لان في موتوسيكلات اسعارها مبالغ فيها جدا، في موتوسيكلات تانية تعتبر صفقة دلوقتي. الفيديو هيكون كله موتوسيكلات ريسنج، ولو عايز نعمل فيديو تاني للموتوسيكلات النيكد والكروزر قول لي في الكومنتات. يلا بينا نبدأ من غير كلام كتير قبل ما الأسعار تغلى تاني، واشترك في القناة واعمل لايك في الطريق. لو سألت أي ميكانيكي في مصر إيه أكتر موتوسيكل بتشتغل عليه، في احتمال كبير يقول لك سي بي آر 600 اف 4 اي سبورت. رغم إن عمره بقى أكتر من 20 سنة، لكن لحد النهارده لسه واحد من أنجح الاختيارات في سوق المستعمل، لأنه ببساطة موتوسيكل بيعمل كل حاجة، قوته محترمة، قعدة الركوب بتاعته مريحة، الموتور بيقدم اعتمادية عالية من هوندا المعروفة، وقطع غياره موجودة أكتر من أي 600 تاني تقريبا. وده معناه إنك لو وقعت أو احتجت صيانة مش هتقعد شهور بتدور على قطع غيار. كمان إعادة بيعه سهلة جدا، وده مهم لأي حد بيغير موتوسيكل وكل كام سنة. طبعا هو مش أسرع 600 ولا أحدث تصميم، لكن في مقابل الفلوس اللي هتدفعها صعب تلاقي موتوسيكل يديك نفس القيمة. علشان كده السي بي ار 600 اف 4 اي سبورت يستحق بكل جدارة يفتتح الفيديو النهارده، وسعره في حدود ال 160 لحد 240 ألف جنيه حسب الحالة والموديل. نصيحتي ليك قبل ما تشتري، حاول تفاصل في السعر كتير، لان الناس في مصر بقت بتسعر على حسب غلاوة الموتوسيكل اللي عند صاحبه. لكن اللي جاي بعده واحد من اكتر موتوسيكلات ال 600 سي سي اللي البايكرز بيعشقوه. فلو في موتوسيكل 600 قدر يخلي جيل كامل يعشق الصوت العالي، فهو اكيد الياماها ار 6. اول ما تركبه هتفهم ليه ناس كتير لحد النهارده رافضه تبيعه. الار 6 معمول عشان حاجه واحده بس، السرعه. الموتور بيعشق الار بي ام العالي، وكل ما تعلي لفات تحس ان الموتوسيكل بيصحى من النوم اكتر، واستجابته سريعه. ده السبب اللي خلاه واحد من اقوى موتوسيكلات ال 600 على الحلبات لسنين طويله. وفي السوق المصري موديلات من 2006 لحد 2008 بقت تعتبر صفقة ممتازة لو لقيت واحد نضيف. هتاخد شكل رياضي لحد النهارده لسه مبهر، وده يخليك تنسى انه موتوسيكل بقاله 10 سنين او اكتر. لكن لازم تاخد بالك، لان اغلب النسخ الموجوده في السوق اتبهدلت، سواء حوادث او تعديلات عشوائيه من ناس مش فاهمه هي بتعمل ايه اصلا، او تشتريه من واحد مهمل في الصيانه. وفكك من كلمه افراد، لانها اكبر مقلب في السوق، وهعرفك ليه بعد شويه، فلازم تتفرج على الفيديو للاخر. علشان كده لو لقيت ار 6 حالته نظيفه وتاريخه معروف ما تترددش، لانه من احسن الموتوسيكلات اللي ممكن تشتريها في فئه ال 600. هتلاقيه في حدود من 190 لحد 300 الف جنيه حسب الحاله والموديل. لكن الموتوسيكل اللي جاي ناس كتير شايفاه احسن اختراع عملته سوزوكي، بايك جمع ما بين خفه ال 600 وقوه الألف. علشان ده موتوسيكل ناس كتير مش فاهمه هو معمول ليه اصلا، لأنه مش 600 ومش 1000، هو حاجة في النُص. جيكسر 750 واحد من أذكى الموتوسيكلات اللي اتعملت في التاريخ من رأيي، لأنه بياخد أحسن حاجة من الفئتين، وزن خفيف قريب جدًا من ال600، لكن قوة أقرب لل1000، وده معناه تسارع مرعب وأداء على الملفات يخلّي ناس كتير تستغرب إزاي البايك ده مش واخد حقه. وده اللي بيخلّيه مميز أكتر عن أخوه الصغير الجيكسر 600، وبرضه أرخص من أخوه الكبير الجيكسر 1000. ده بيخلّيه واحد من أحسن الاختيارات القيمة مقابل سعر. الموتور بتاعه من أقوى وأكتر المواتير اعتماديًا عند سوزوكي، ولو الموتوسيكل حالته نضيفة هيعيش معاك سنين طويلة من غير وجع دماغ. المشكلة الوحيدة إنه مش منتشر زي ال600 RR أو الR6، وده بيخلّي ناس كتير تتجاهله أو حتى تكون مش عارفاه من الأساس. لكن اللي فاهم موتوسيكلات عارف إن الجيكسر 750 يعتبر صفقة كويسة جدًا دلوقتي. سعره دلوقتي في حدود ال330 لحد 500 ألف جنيه من موديل 2009 وأنت طالع. ولو سألتني شخصيًا، ده واحد من أكتر الموتوسيكلات المظلومة في السوق المصري دلوقتي، وأنا باحبه شخصيًا وهاعمل عنه فيديو عن تاريخه كامل قريب. لكن اللي بعده مش محتاج أي تعريف، وموتوسيكل بقى له سنين مَلِك فئة ال600 سي سي. بس قبل ما نكمل، لو ناوي تشتري موتوسيكل مستعمل افتكر إنك هتحتاج بعده قطع غيار وزيوت واكسسوارات، أو حتى السيفتي زي الخوذ والجلوفز وباقي قطع السيفتي، وده اللي بيقدمه موتور جراج. والأهم بالنسبة لي إنهم مش بيبيعوا خلاص، لكن بيساعدوك تعرف إيه المناسب ليك ولموتوسيكلك خطوة بخطوة. كمان عندهم خدمة ما بعد البيع، ودي من أكتر الحاجات اللي بتفرق فعلًا. مش ناس بتبيع لك وتهرب بعدها، لأ، لو في أي مشكلة أو استفسار هتلاقي دايمًا شخص يكلمك ويساعدك لحد ما توصل للي أنت محتاجه. ولو أنت من برّه القاهرة فالموضوع سهل، لإن عندهم شحن لكل المحافظات، وكمان بينزّلوا عروض من فترة للتانية، فممكن تتابعهم وهتستفيد منها أكيد. هاسيب لك بيدج الفيسبوك بتاعتهم في الديسكريبشن وطرق التواصل، ويالّا نرجع نكمل ترشيحات. لو في موتوسيكل ياباني واحد
قدر يثبت نفسه في السوق المصري، فهو من غير نقاش الهوندا CBR 600 RR. ال 600 RR مش مجرد موتوسيكل مشهور، ده بقى معيار عندنا. أي حد بيدور على 600 أول اسم بيجي في دماغه هو ال CBR، ودي مش صدفة. هوندا عملت معادلة صعبة جدا: اعتمادية وأداء قوي وسهولة صيانة، وده عمل قيمة لإعادة البيع ممتازة جدا. يعني حتى لو قررت تبيعه بعد كام سنة غالبا مش هتخسر فيه كتير. بس في نفس الوقت الوش التاني للعملة دي إنه بقى غالي أوفر على حالته. يعني الناس بقت بتبيعه بأعلى من قيمته لمجرد اسمه بس. لكن غير كده السي بي ار 600 ار ار كمان معروف بثباته العالي سواء على الملفات او على السرعات العاليه، وده اللي خلاه من انجح موتوسيكلات الحلبات والشارع في نفس الوقت. السوق المصري هتلاقي ليه قطع غيار بسهوله، وفي ميكانيكيه كتير فاهمين في الموتور ده ومواتير هوندا، ده بيقلل اي صداع ممكن يقابلك بعد الشراء. بس هل هو ارخص 600؟ اكيد لا. وهل هو اقوى 600؟ بصراحه مش دايما. لكن لو بصيت على الصوره الكامله هتلاقي انه واحد من احسن الموتوسيكلات اللي تقدر تحط فيها فلوسك. علشان كده الهوندا سي بي ار 600 ار ار يستحق يكون من اهم الاسماء في اي قائمه قيمه مقابل سعر. سعره في حدود ال 200 لحد 700 الف جنيه حسب الموديل والحاله، وما تستغربش تفاوت الاسعار. لو الار 6 كان جامد فما بالك باخوه الكبير الار 1. ده الموتوسيكل اللي اول ما تسمع صوته تعرف على طول ان ار 1 من اول ما ياماها نزلته، وهو واحد من اهم الاسماء في عالم الموتوسيكلات. لكن في السوق المصري في موديلات معينه تعتبر صفقه حقيقيه، خصوصا موديلات 2007 و2008 برايم الموتوسيكلات اليابانيه، ولحد كمان موديلات 2010 و2012. الموديلات دي بتقدم اداء مرعب باقل من سعر منافسين كتير. اكتر من 170 حصان، تسارع يخليك تمسك الهاندل بار بايدك الاتنين بكل قوتك، وصوت يخلي اي حد يلف يبص حواليه. والاهم ان قطع غياره متوفره بشكل معقول، وفي ناس كتير فاهمه في الموتور ده، وده بيخليه اختيار ذكي من موتوسيكلات اوروبيه كتير بنفس السعر او بسعر قريب. لكن لازم تدور كويس لان الار 1 من اكتر الموتوسيكلات اللي اتبهدلت عندنا في السوق، سواء حوادث او تعديلات او استخدام عنيف. فلو لقيت واحد حالته نظيفه ومتصان صح هتكون كسبت واحد من احسن صفقات البايكس في مصر. يمكن مش الارخص في تشغيله، لكن في المقابل الاداء اللي بتاخده صعب جدا تلاقيه مع منافس بنفس السعر. سعره بيلعب في حدود ال 240 الف لحد 500 الف جنيه على حسب الموديلات، من اول 2007 لحد 2012. ودلوقتي لو سالت اي بايكر قديم ايه احسن جيكسر 1000 اتعمل، في احتمال كبير جدا يقول لك كي 6 او كي 5. الموتوسيكل ده بقى اسطوره مش علشان شكله ولا عشان صوته، لكن لانه قدر يعمل معادله نادر جدا تلاقيها: قوة مرعبة، وزن خفيف، واعتمادية تخلّيك تطلع بيه مشاوير طويلة من غير ما تبقى قلقان. ده السبب إن ناس كتير لحد النهارده بعد ما عدّى عليه حوالي 20 سنة لسه بتدوّر على K5 أو K6 بالتحديد في السوق المصري. ولو لقيت واحد على حالته الأصلية ونضيفة فأنت قدّام واحدة من أحسن الصفقات اللي ممكن تعملها في حياتك كلّها في الموتوسيكلات. الميزة الأكبر إن الموتور ده معروف إنه بيستحمل وقطع غياره متوفرة وفي ميكانيكية كتير فاهمينه كويس، وكمان إعادة بيعه ممتازة لأن الطلب عليه لحد النهاردة لسه كبير. يمكن شكله بقى قديم مقارنة بالموديلات الأجدد، لكن أول ما تدوس بنزين هتنسى شكله أصلا. وعلشان كده الجيكسر 1000 كي 5 وكي 6 لحد النهارده بيعتبر من أعظم الموتوسيكلات اللي صنعتها سوزوكي. واحد من الموتوسيكلات اللي الزمن عدى عليه لكن قيمته لسه زي ما هي. سعره بيلعب في حدود ال350 ألف وأنت طالع حسب الحالة برضه. ولو في موتوسيكل اتولد علشان هدف واحد فهو أكيد الكawasaki ZX-10R، موديلات من 2011 لحد 2015. كawasaki وهي بتصمم الجيل ده ما كانتش عاوزة تعمل موتوسيكل مريح ولا موتوسيكل اقتصادي ولا حتى يكون مناسب للكل، كانت عايزة تعمل آلة تكسب سباقات. وده فعلا اللي حصل لأن الجيل ده بقى أساس ونجاح كawasaki في بطولة العالم للسوبر بايك لسنين طويلة. أول ما تركبه هتحس إنه بيقول لك إنك لو مش جاهز انزل دلوقتي. الموتور قوي جدا، الشاسيه جد ومش بيهزر، الإحساس في الملفات بيديك ثقة أكتر في كل لفة. ده السبب إن ناس كتير بتعتبره من أحسن الموتوسيكلات اليابانية اللي اتعملت، وفي السوق المصري أسعاره لسه معقولة مقارنة بالأداء اللي بيديه، وده بيخليه قيمة ممتازة مقابل السعر. لكن أهم حاجة تدور على نسخة حالتها نظيفة، لأن النوع ده غالبا عاش جزء كبير من حياته على السرعات العالية. ولو لقيت واحد حالته كويسة هتاخد أداء ينافس موتوسيكلات أحدث وأغلى منه بسنين كتير. يمكن مش أسهل موتوسيكل للمبتدئين، لكن لأي حد عنده خبرة ال ZX-10R هيكون واحد من أحسن الموتوسيكلات الممتعة اللي ممكن تمتلكها، وسعره بيلعب في النص أرنب كده وأنت طالع. في موتوسيكلات مش محتاجة تقدم نفسها لمجرد إنه اسمها كفاية. الموتوسيكل ده من أول يوم نزل فيه وهو معروف بحاجة واحدة بس، وهي الاعتمادية. في وقت كانت شركات كتير
بتجري ورا أرقام الأحصنة، هوندا كانت مركزة على حاجة أهم، إن الموتوسيكل يفضل شغال سنين كتير من غير ما يقضي عمره في الورشة، وده السبب إنك لحد النهاردة هتلاقي موديلات قديمة ماشية بكل قوتها ولسه أصحابها مش عاوزين يبيعوها. فاير بليد يمكن مش أعلى صوت ولا أقوى بايك على الورق، لكن أول ما تعرفه كويس هتفهم ليه ناس كتير بتقول إن هوندا بتكسب على المدى البعيد. وفي السوق المصري السي بي ار 1000 ار ار من أكتر الموتوسيكلات اللي بتحافظ على قيمتها، ولو لقيت واحد حالته نظيفة غالبا هتبيعه بعد كده بسهولة، طبعا لو حالته لسه نظيفة. كمان القطع الغير متوفرة والميكانيكية حافظين الموتور ده كويس، وده معناه مصاريف أقل ووجع دماغ أقل، علشان كده ناس كتير بتعتبره أحسن اختيار لأي حد عاوز بايك 1000 سي سي يعيش معاه سنين. يمكن في موتوسيكلات أسرع منه، لكن قليل جدًا اللي يقدر يجمع ما بين الأداء والاعتمادية وسهولة الصيانة زي الفاير بليد. وسعره في حاجة غريبة إنه غالبًا بيكون أرخص من ال600 ار ار في نفس الموديلات، وده لإن البايك ده محتاج شخص عارف هو بيعمل إيه ويكون محترف أو عنده خبرة كويسة جدًا علشان يقدر يسيطر عليه. من موديلات 2008 وأنت طالع سعره في حدود ال400,000 وأنت طالع، كل ما تعلى بالموديل. ممكن تستغرب بس مش كل موتوسيكل مشهور يبقى صفقة كويسة، في موتوسيكلات اسمها كبير لكن لو اشتريتها مستعملة في مصر ممكن تتحول لصداع. أول واحد فيهم هو BMW اس 1000 ار ار، الموديلات القديمة شوية. لو لقيت واحد حالته ممتازة وتاريخه معروف ممتاز اشتريه، لكن أغلب الموجود في السوق اتمرمط وعمل حوادث وفي تعديلات غريبة واستخدام عنيف، وأي عطل بسيط في الموتوسيكلات الألماني هتكلفك مبلغ محترم. تاني واحد ومش واحد بس هي دوكاتي. دوكاتي الموديلات القديمة بتاعتها بتحتاج عناية كبيرة جدًا، فأنت لو ما عندكش البادجت والدماغ والراحة إنك تقدر تتعامل معاهم، فأنصحك تبعد عنهم، وتحديدًا الدوكاتي 1199 بانيجالي، موتوسيكل تحفة بكل المقاييس، لكنه بعيد كل البُعد إنه يكون موتوسيكل رخيص أو حتى متوسط، فابعد عنه تمامًا، لإن لو عدّيت موضوع السعر علشان التميز، هتلاقي إن صيانته وقطع غياره مش رخيصة أبدًا ومش موجودة، وأي مشكلة صغيرة ممكن تتقلب لفاتورة كبيرة. تالت واحد هو الهايابوسا Gen 1، أيوه موتوسيكل أسطورة وجامد ووحش ما فيش حد يقدر ينكر، لكنه كبداية سيء جدًا ومُتعب وصيانته صعبة وقطع غياره غالية جدًا ومش موجودة، وسواقته نفسها صعبة ومحتاجة شخص بقى له سنين كتير بيسوق ومحترف إلى حد كبير. ما انصحش بيه كبداية خالص وبالذات الجيل الأول منه. رابع حاجة، أي موتوسيكل يكون جنبه كلمة إفراج خلّي عندك فيه شك كبير، لإنه نسبة كبيرة من الموتوسيكلات اللي بتيجي من برّه بيتقال عليها إفراج، بتكون أصلًا موتوسيكلات عاملة حوادث برّه وبتتصلّح وبتتباع برخص التراب وتيجي هنا على أساس إنها جديدة وإفراج وتتباع بأضعاف مضاعفة للسعر. تجار كتير بيعملوا كده إلا من رحم ربي طبعًا، فخلّي بالك واكشف على البايك كويس جدًا وركّز في التفاصيل الصغيرة. طبعًا قبل ما تشتري أي موتوسيكل من دول عاوزك تشوف له review كامل علشان تعرف عيوبه ومميزاته، لإن ده مجرد فيديو ترشيحات مبدئي بس، ممكن عيوب موتوسيكل من الموتوسيكلات اللي ذكرناها دي ما يكونش مناسب معاك، أو ممكن يكون في ميزة أنت محتاجها في موتوسيكل مش موجودة في التاني. ممكن تلاحظ إن ما جبتش موتوسيكل مثلًا مش معروف أو حاجة جديدة، بس للأسف السوق المصري فقير شويتين في جزء الموتوسيكلات الياباني المستعملة، وما فيش منافسة كبيرة في السوق ده عندنا زي برّه، وكمان الأسعار في أوقات كتير جدًا بتكون مُبالغ فيها زيادة عن اللزوم. وافتكر إنك مش بتشتري مجرد موتوسيكل، أنت بتشتري تاريخ استخدامه، ولو التاريخ ده مش واضح يبقى مهما كان سعره مغري سيبه وامشي. أحسن موتوسيكل مش هو الأغلى ولا الأسرع، أحسن موتوسيكل اللي تشتريه وتعرف تركبه وتصلحه وتبيعه من غير ما تخسر نُص فلوسك. ولو الفيديو عجبك اشترك في القناة واعمل لايك، وشكرًا على المشاهدة.